هاشم. عندي 15 سنه، واخده اللي كنت بلعب الاول مع كابتن مصطفى عبد المنعم، وبعد كده كابتن مصطفى عبد المنعم ساب اللعبه، بدات العب مع كابتن عزت هنا في باتين، وكنت بروح اتمرن معاه في نادي المنشيه. ورحت لعبت 5 جمهوريات، خدت فيهم مركز اول الحمد لله، وبعد كده رحت اتصعدت لبطوله افريقيا. الشكر طبعا بفضل ربنا. وبعد كده الكابتن عزت هو اللي كان بيمرني، هو وكابتن عبد الرازق وكابتن محمود نوار من نادي المؤسسه العسكريه. انا رحت لعبت بطوله افريقيا باسم نادي المؤسسه العسكريه في تونس، وخدت فيها مركز اول الحمد لله بفضل كابتن عزت وكابتن عبد الرازق، وطبعا بفضل رئيس مجلس الاداره استاذ سمير الزهار، هو واداره النادي كلهم، لانهم بيساعدوا على تنميه الالعاب الفرديه مش الكره وبس. الحمد لله خدت بطوله افريقيا، اخدت اول فيها. اتفضل. طبعا كنت فرحانه لما خدت في اول افريقيا، وان شاء الله هتصعد لبطوله العالم، وانا بشكر ابي لان هو اللي بيجري معايا، والحمد لله هو اللي بيجري معايا هنا وهنا يعني، وبيخليني اتمرن، هو اللي بيشجعني على التمرين، حتى لو انا بكون مكسله ان انا اتمرن هو اللي بيشجعني وبيقدف معايا، ويعني بشكره جدا، والحمد لله ان انا خدتها، وكنت فرحانه جدا ان شاء الله تصعد بطوله عالم ان شاء الله، واخد اول ان شاء الله باذن الله. المواقف طبعا اللي انا بشكر فيها كابتن عزت، ان انا كنت في بطوله جمهوريه وكنت هتظلم بسبب الحكم بتاع اسماعيليه، لان هم كانوا عايزين يصعدوا البنت بتاعتهم عليا، بس كابتن عزت اتدخل وبسبب علاقاته الحمد لله، يعني هو ساعدني راجع الكاميرات وجاب لي حقي، والحمد لله بفضله ان انا خدت اول الحمد لله في البطوله ديت، وبسبب البطوله ديت ان انا صعدت لبطوله افريقيا، فانا بشكره جدا ان هو يعني رجع الكاميرات وعمل اللي محدش عمله الصراحه معايا من الكباتن يعني. الحمد لله. طبعا انا بشكر ابي جدا، لان هو اللي يعني بيجري معايا هنا وهنا، وهو اللي بيشجعني على التمرين، يعني انا ساعات بكون مكسله كتير جدا، وهو اللي بيشجعني علشان احقق المستويات اللي انا حققتها دي كلها، والحمد لله بفضل ان انا حققت 5 جمهوريات وخدت بطوله افريقيا كمان، وان شاء الله اسافر العالم ان شاء الله واشرفه هناك كمان باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الفضل يرجع للدكتور عزت جابر والكابتن عبد الرازق، كابتن محمود نوار. حصلت على 5 جمهوريات اول الحمد لله، ومع تعب الكابتن عزت معاها، الراجل صاحب اداره كبيره وصاحب خبره كبيره في المصارعه، قدر يوصلها للمستوى الحمد لله اللي هي فيه، لغايه لما وصلت الحمد لله بطوله افريقيا الشهر اللي فات، وحصلت الحمد لله على المركز الاول برضو فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدكتور عزت جابر، ومع طبعا كل الدعم هنا بالنسبه لنادي بهتيم، استاذ سمير الزهار واعضاء مجلس اداره كلهم مشكورين،